السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو القصير. اليوم أريد أن أتحدث قليلا عن نادي الجيش الملكي الذي أبدع هذا الموسم وحقق نتائج جد رائعة، سواء على المستوى البطولة الوطنية أو على مستوى كأس الكونفدرالية الإفريقية، وكذلك على مستوى كأس العرش. فهذا الفريق هذا الموسم بين على أنه فريق قادر على تحقيق مجموعة من الألقاب، وقادر على السيطرة على مستوى المحلي والإفريقي في السنوات المقبلة، وتبين لنا ذلك من خلال الأداء الرائع الذي يقدمه هذا النادي، وكذلك من ظهور مجموعة من اللاعبين الذين ساهموا بشكل كبير في تطور هذا النادي العريق. ونذكر على سبيل المثال اللاعب رضا سليم، هذا اللاعب الشاب الذي تألق وما زال يتألق بشكل لافت ويقدم مستويات جد رائعة، سواء من حيث تسجيل الأهداف وكذلك من حيث إعطاء تمريرات حاسمة ومن حيث المراوغات التي يقوم بها والتي تكون غالبا ناجحة وتعطي مفعولها. فهذا اللاعب يعتبر حاليا من بين نجوم نادي الجيش الملكي، إضافة إلى الشاب حمزة إيجامان الذي تألق هذا الموسم بشكل لافت وسجل مجموعة من الأهداف، إضافة إلى إعطاء مجموعة من التمريرات الحاسمة. هذا اللاعب هو من مدرسة نادي الجيش الملكي، وهذا الموسم أعطى بوادر على أنه لاعب قادم بقوة نحو الأفضل. وإذا حافظ على هذا المستوى الرائع من الممكن أن يحترف في إحدى الدوريات الأوروبية، لأن الهيئة التي يمتلكها والتقنيات وكذلك طريقة التمركز داخل منطقة الجزاء تساعده على أن يكون من بين أفضل المهاجمين في البطولة الوطنية. وهذا راجع إلى المستوى الذي يقدمه حاليا مع نادي الجيش الملكي، فهو يعتبر حاليا من بين هدافي النادي العسكري مع اللاعب رضا سليم، فهما في مقدمة اللاعبين الذين سجلوا أكثر الأهداف لنادي الجيش الملكي. إضافة إلى ذلك لا ننسى بعض اللاعبين الذين انتدبهم نادي الجيش الملكي سواء في آخر الانتقالات، وأذكر هنا اللاعب مصطفى الصاد، وهذا اللاعب كذلك منذ التحاقه بالجيش الملكي برهن على أنه لاعب قوي وقادر على إعطاء الإضافة للنادي العسكري، وهذا بينه من خلال تسجيله مجموعة من الأهداف سواء في البطولة الوطنية وكذلك في مسابقة كأس العرش، إضافة إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية. وهذا اللاعب يعتبر إضافة لنادي الجيش الملكي، وسيشكل مع المهاجم جوزيف جنادو وكذلك حمزة إيجمان مجموعة قوية من المهاجمين التي يمتلكها حاليا نادي الجيش الملكي، وهذا سيعطي إضافة للنادي العسكري في حالة إصابة أحد المهاجمين. فهؤلاء المهاجمين الثلاثة لهم تقريبا نفس المستوى مع بعض الفروقات. أما الانتداب الآخر فهو يتعلق باللاعب عبد الفتاح حدراف الذي تم انتدابه من نادي الدفاع الحسن الجديدي، وهذا اللاعب أيضا منذ التحاقه بنادي الجيش الملكي أعطى بوادر على أنه لاعب يستحق أن يلعب في هذا النادي العريق، وقادر على تقديم مستويات رائعة ومساعدة النادي العسكري على تحقيق مجموعة من الألقاب سواء المحلية أو الإفريقية. ولا ننسى كذلك بعض اللاعبين الذين انتدبهم نادي الجيش الملكي في الانتقالات الصيفية، وأخص بالذكر هنا اللاعب حمودان. هذا اللاعب أيضا يشكل إضافة كبيرة لنادي الجيش الملكي، وأعطى بوادر على أنه لاعب يستحق أن يلعب في نادي الجيش الملكي من خلال الأداء الذي يقدمه ومن خلال الأهداف الحاسمة التي يسجلها للنادي العسكري. وهناك أيضا لاعب آخر انتدبه نادي الجيش الملكي، وهو اللاعب دراغ الذي انتدبه الجيش الملكي من نادي أولمبيك خريبكا. وهذا اللاعب صراحة أبهرني كثيرا بالمستوى الرائع وبطريقة ترويضه للكرة وكيفية إعطائه للتمريرات الحاسمة، وكيف يحافظ على الكرة دون أن تضيع منه، وكيف يلعب بهدوء
دون أن يتنرفز أو تضيع منه الكرة، بالإضافة إلى أنه يتمركز بشكل جيد عندما يقوم نادي الجيش الملكي بحملات هجومية. وقد سبق له منذ التحاقه بنادي الجيش الملكي أن سجل أهدافا، وأتذكر هنا الهدف الذي سجله على نادي اتحاد توارقة في مسابقة كأس العرش، وهذا الهدف يبين أن هذا اللاعب يجيد التمركز في مناطق الجزاء، رغم أنه لاعب يلعب في وسط الميدان، وهو صلة الربط بين المدافعين والمهاجمين، لكن برهن أيضا على أنه لاعب قادر على أن يكون داخل منطقة الجزاء وأن يساهم في تسجيل الأهداف. ولا أنسى أيضا اللاعب ربيح ريمات العميد العسكري، والذي يقدم موسم رائع، وهو يمثل القلب النابض للنادي العسكري من خلال طريقة لعبه، والتي هي طريقة هادئة وطريقة تبين على أن هذا اللاعب قادر على إعطاء الحلول للنادي العسكري وعلى استخراج الكرة من الضغط الذي يكون ممارس على لاعبي الجيش الملكي. فهذا اللاعب أيضا يجيد تسجيل الأهداف سواء بالضربات الرأسية وكذلك من خلال التسديد سواء بالقدم اليمنى أو بالقدم اليسرى. وما لاحظته على هذا اللاعب هو أنه عندما يكون نادي الجيش الملكي منهزما يقوم بتهدئة اللاعبين وتسييرهم داخل أرضية الميدان، ويقوم بإعطاء الحلول سواء من خلال التمريرات الحاسمة أو من خلال الرجوع إلى المناطق الدفاعية وبناء اللعب من الخلف. وفي بعض الأحيان هو الذي يتكلف بتسجيل هدف التعادل، وبالتالي تصبح المقابلة سهلة لنادي الجيش الملكي. هذه بعض المقتطفات عن نادي الجيش الملكي الذي أبدع هذا الموسم وما زال يبدع وما زال يقدم أداء جيدا، ونتمنى له التوفيق سواء في المسابقات المحلية وكذلك المسابقات الإفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.